السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة الفوز بدرع الدوري الممتاز للمرة ال 43 في تاريخ النادي الأهلي العريق. درع الدوري غاب سنتين، لكن دي مدة طويلة جدا إن درع الدوري يغيب فيها عن النادي الأهلي، لكنه عاد من جديد إلى أحضان الدولاب الممتلئ بالبطولات في الجزيرة. خزائن الأهلي لم ولن تنفذ من بطولات أبدا إن شاء الله. النادي الأهلي حصل على اللقب ال 43 من 64 نسخه اتلعبت فيها الدوري الممتاز، يعني النادي الاهلي واخد 43 وبقيه الفرق الدوري الممتاز واخدين 21 لقب بواقع 13 بطوله 14 بطوله لنادي الزمالك، 3 بطولات للاسماعيلي وبطوله لكل من المقاولين والترسانه وغزل المحله والاولمبي. النادي الاهلي 43 لقب وبقيه فرق الدوري الممتاز كلهم على بعضهم كده 21 لقب. يعني المفروض الدوري المصري ما يتسماش بعد كده الدوري المصري، يتسمى الدوري الاهلي المصري. وده حال النادي الاهلي دايما، اللي في كل البطولات بيشارك فيها تلاقيه دايما مهيمن على البطولات، ودائما بيبقى واخد اكتر من ضعف اقرب منافسيه. يعني حتى في دوري ابطال افريقيا هتلاقي النادي الاهلي واخد 11 بطوله، اقرب منافسيه الزمالك ومازيمبي كل واحد بينهم 5 بطولات بس، يعني برضو النادي الاهلي اكثر من الضعف. وده حال النسخه دي من الدوري الممتاز، الاهلي هيمن عليها من الاول لاخر. النادي الاهلي حصل على لقب ال 43 وهو لسه لاعب 29 مباراه بس، يعني لسه في 5 مباريات ما تلعبوش. النادي الاهلي اكثر فوزا اقل تعادلا، النادي الاهلي ما خسرش في البطوله دي. النادي الاهلي هو اقوى هجوم اقوى دفاع، النادي الاهلي 22 مباراه كلين شيت ما دخلش في اي جون. دائما النادي الاهلي يهيمن، وعشان كده النادي الاهلي في البطوله دي عاد لينتقم. النادي الاهلي من اول جوله لاخر جوله مهيمن هيمنه مرعبه. مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، الداعم الاول للفرقه بره وجوه، وهم رقم 1 في معادله الحصول على البطولات. مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الاسطوره محمود الخطيب، اللي استحمل كتير جدا وما بخلش على النادي باي دعم مادي او دعم معنوي، كان ورا الفرقه في كل حته. مليون مبروك لعيبه النادي الاهلي الرجاله اللي كانوا على العهد والموعد من اول اللقب، من اول البطوله لاخر البطوله، وفي كل البطولات اللي شاركوا فيها السنه دي. مليون مبروك للجهاز الفني بقياده البارون مارسيل كولر، اللي كان اهم صفقه النادي الاهلي جابها السنه دي. مارسيل كولر من ساعه ما جه 9 شهور حصل على 5 القاب كلهم كانوا غايبين عن النادي الاهلي. خد كاس مصر السنه اللي فاتت، على نسخه السنه اللي فاتت يعني، خد 2 سوبر مصري، خد دوري ابطال افريقيا، والنهارده الحمد لله ربنا كرم وخد كمان الدوري الممتاز. ولسه ياما في الجراب يحاول. النادي الاهلي عنده عده بطولات متاحه انه يكسبها السنه دي. عنده كاس السوبر هيتلعب يوم 1/9 مع اتحاد العاصمه، عنده لسه دوري السوبر الافريقي اللي هيتلعب في شهر 10، لسه عنده كاس العالم للانديه هيتلعب في شهر 12. يعني لسه عنده عده بطولات متاحه انه الاهلي ان شاء الله يعمل ريكورد قياسي في الحصول على عدد بطولات في موسم واحد، ولما لا. والنادي الاهلي دايما هو رقم 1. وعلى راي الاستاذ ابراهيم المنيسي نقتبس منه جمله: دمتم للاهلي ودام الاهلي لكم. مليون مبروك مره اخرى لكل منظومه النادي الاهلي والمارد الاحمر العملاق. مليون 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 مبروك. السلام عليكم.